من الدقيقه 60 بيتكوفيتش عمل حاجه انا بقالي فتره طويله نفسي اشوفها من الكابتن حسام حسن مع منتخب مصر، مش اختراع ومش فلسفه زي ده، نفس الفكره اللي لعبنا بيها قدام جنوب افريقيا في الشوط الاول الخمسة 3-2، بس الفرق اختار البروفايل الصح اللي يخلي الخطه انياب هجوميه بجد مش مجرد شكل دفاعي. طب ايه اللي عمل بيتكوفيتش وما عملوش حسام حسن؟ هم 4 عناصر بالعدد، وعد معايا. اول نقطه واهم نقطه الدبل بيفوت، اهم حاجه عملها بيتكوفيتش واللي انا شايفها انها مفتاح اي تطوير حقيقي لمنتخب مصر مع حسام حسن، اللعب ب2 ارتكاز صراح. طب ليه؟ مبدئيا كده بتامن العمق بتاعك وبتقلل المساحات بين الخطوط وبتسهل من عمليه التحول من الدفاع للهجوم بعرض الملعب بالكامل، بس بشرط مهم جدا يكون اللعيبه بيكملوا بعض مش 2 نفس الدور. يعني من الاخر مروان عطيه امام عاشور، مروان عطيه محمد شحاته، مروان عطيه مهند لاشين، يعني نبعد عن مروان عطيه وحمدي فتحي، وده ما يمنعش انك ممكن تلعب بحمدي فتحي كسنتر باك تاني. الاثنين دبل بيفوت، واحد فيهم ثابت وقاري اللعب وبيكون ديستروير، والتاني بيتحرك وبيضغط وبيكسر الخطوط. تاني نقطه هو اختيار بروفايل الوينج باكس. في الحاله الهجوميه بيتكوفيتش ما غيرش الخطه، غير الادوار، الاثنين وينج باك طالعين لقدام بس لان البروفايل مختار بعنايه فكان ليهم انياب هجوميه. نوري مثلا كلنا عارفين ادواره الهجوميه مع جوارديولا، وبالغالي اصلا بيلعب ب 3-5-2 مع هيلاس فيرونا، فاهم الدور ومش تايه فيه. النقطه الثالثه هو اختيار مهاجم صريح تارجت مان حتى لو ارقامه ضعيفه، بغداد بنجاح في تشكيل بيتكوفيتش في الماتش ده رغم انه نزل بديل، ارقامه في الصراعات ضعيفه جدا، اكتر لاعب خسر ثنائيات وما كسبش ولا صراع هوائي. طب ده حاجه وحشه؟ لا عادي جدا، مجرد احتكاكه الصح مع الدفاع بيخلي الكره الثانيه بنسبه كبيره تبقى ليه، وده اللي خلق شكل هجومي وساعد كتير مازا وعموره. وتكمله للنقطه الثالثه لازم يكون الشكل الهجومي مثلث، راس المثلث هو اللاعب صانع العاب اللي كان هنا مازا، او ممكن يكون راس المثلث مهاجم صريح، بس لازم يكون موجود في الاخر تارجت مان. اسقاط مباشر على منتخب مصر، نفس الفكره بنفس المنطق. المثلث الهجومي مرموش صلاح مصطفى محمد، مصطفى بيحتك ويشد الدفاع ويفتح مساحات، وصلاح ومرموش يستفيدوا من الكره الثانيه ويدخلوا في انصاف المساحات. النقطه الرابعه هو اختيار بروفايل حارس المرمى. بيتكوفيتش زود لاعب في الهجوم عن طريق حارس بيعرف يلعب بالكره هو لوكا زيدان، ده خلاه يطلع لاعب زياده يحرر هشام بداوي واحد من الدبل بيفوت. عندك في منتخب مصر مصطفى شوبير رغم التالق الغير عادي من الشناوي قدام جنوب افريقيا. الخلاصه ال5-3-2 مش خطه دفاعيه، 5-3-2 اختيارات، بروفايلات صح يساوي فريق شرس، بروفايلات غلط يساوي فريق متراجع. بيتكوفيتش ورانا ان الحل موجود بس محتاج جرأة في الاختيار مش تغيير في الرسمه.